انا خلاص قررت ابقى هيلثي. ايوه زي ما سمعت، انا قررت ابقى هيلثي. لكن من ساعه ما قررت القرار ده وانا بواجه مشكله، وهي اعمل ايه على الفطار. انا دكتور عبد المجيد احمد، اخصائي التغذيه العلاجيه والعلاج الطبيعي، والنهارده حلقه مهمه عن وجبه الفطار. مشاكل اعداد الفطار سهله جدا، انك تفكر في نسبه وكميات الاكل على الغداء والعشاء، او تفكر في سناكس لو انت بتعمل دايت لنفسك ومش بترجع لحد. لكن دايما في وجبه الفطار الحاجه المشتته اللي في العالم الدايت بتاعك بتكون مش عارف اذا كان تبدأها بقهوة او نسكافيه او شاي، او فطار انجليزي بقى وحتة كيك، ولا تختار فطار اورينتال من ابو فول وطعمية ويكبس معاك لحد المغرب، ولا تضرب بروتين زي اللي موجود في البيض او معاهم شوية بطاطس. وكمية كل حاجة فيهم قد ايه، خصوصا لو انت بتصحى جعان. كل ده بيخلينا محتاسين في الفطار، وبعدها كمان تكتشف انك مش من حقك تفطر اي فطار كده وخلاص. لا، ده انت المفروض في حاجات ما تحطهاش في فطارك اصلا، وممكن تبقى حاجات من وجهة نظرك مفيدة، لكن الفكرة انك ما ينفعش تبدأ بيها يوم. وايا كان السبب ايه، بتزود سكر كتير او بطيئة في الهضم، خد الكبيرة بقى، في ناس ما بتفطرش اصلا وبتعدي الوجبة كده، وغيرها من الاسباب اللي هقولك عليها كمان شوية. ده لما نتكلم عن الفطار الطيب والشرير. طب ايه اللي لازم يبقى موجود اصلا في وجبة الفطار، وهل هي مهمة؟ خلينا نتكلم اول حاجة عن الفطار نفسه. الفطار هو اهم وجبة في اليوم، واللي لازم يكون فيه معادن وعناصر غذائية كتير تبدأ بها يومك. دراسات كتير اتعملت عن مدى نفع وجبة الفطار على الصحة، وان قد ايه هي بتحسن مستويات الطاقة ليك. مش بس كده، كمان بتساعد على التركيز على المدى القصير. ولو انت بتعمل اصلا دايت، وجبة الفطار لوحدها كفيلة انها تظبط لك الوزن وتقلل خطر الاصابة من النوع التاني من مرض السكر ومن امراض القلب على المدى البعيد. وده لانك لما بتصحى بعد المدة اللي انت نمتها ايا كانت، ساعتين، 6 ساعات، حتى لو 12 ساعة، جسمك بيبقى محتاج طاقة ما ينفعش تتوفر من خلال الجلوكوز والسكر، على قد ما هي لازم تساعدك تكمل يومك ويبقى عندك تركيز وشهية معقولة بعد كل ده، إلا لو أنت متابع صيام متقطع مع دكتور تغذية. طب نسأل الأسئلة المهمة، هيجرى ايه يعني لو ما فطرناش؟ انا عارف ان انا مكبر الموضوع. اول حاجة، التركيز هيبقى صفر مع بداية اليوم، وكمان هتلاقي نفسك على طول جعان ونفسك تتغدى في اي وقت مش الوقت بتاع الغداء، وبتروح دايما على السناكس اللي فيها الياف قليلة وفيتامينز قليلة ومعادن قليلة، على عكس اللي انت محتاجه. انت بتروح لوجبات فيها دهون كتير واملاح كتير وسكريات كتير، وكمان هتتخن. فلو بتعمل دايت، اعتبر دايتك في ذمة الله. واذا كان اقتناعك عن فكرة انك هتخسر وزن لو ما فطرتش، او انك مش جعان الصبح اصلا، او صحيت ما عندكش وقت تتجهز فيه الفطار، كل دي اسباب غير صحية برضه، وهنحاول نحل شوية منهم دلوقتي. طيب هنتكلم عن الفطار الطيب، وازاي تحضر فطار سريع جدا لو ما عندكش اي وقت. ولو هتموت على سناك وعايز تعتبره بدل الفطار، هقول لك برضو على سناك صحي. طب هي ايه مقترحات وجبة الفطار المظبوطة والمفيدة؟ اول حاجة انك تختار الحبوب الكاملة، زي الشوفان او دقيق الشوفان او قمح الشعير او الذرة، وممكن كورن فليكس دايت او الرز البني او البرغل او الكينوا. وده لان الحبوب الكاملة مليانة دهون صحية وفيها اوميجا 3، وكمان خالية من الكوليسترول، وفيها الياف، ومصدر كويس للنشويات والبروتينات والفيتامينات المختلفة. وكمان فيها حديد ومغنيسيوم ونحاس وزنك، وكمان فيها مضادات أكسدة، وكمان بتحسن مستوى الكوليسترول في الدم. ولو خدنا معاه مثلا لبن أو زبادي أو فاكهة هيبقى كويس جدا. طيب لو بتحب السندوتشات، ممكن تستخدم عيش القمح الكامل أو عيش الحبوب الكاملة، معاه بيض مسلوق أو طماطم أو مشروم، وممكن سبانخ أو سلمون وجبنه وافوكادو طبعا لو معلقتين صغيرين، وممكن زبده الفول السوداني. دي كلها حاجات تبان انها مسكره، لكنها يا دوب هتديك الطاقه من غير ما تزود وزن. لو مش بتحب تاكل وبتحب تشرب عصاير، اشرب العصاير المصنوعه من الفواكه والخضروات الطازه، ومعاها زبادي او لبن زي السموزي او الميلك شيك، لان فيها عناصر طبيعيه مش مسكرات صناعية زي اللي في العصائر المعلبة اللي بنجيبها من بره. ولو حد نصحك بمكسرات في الفطار، فده من أحسن النصايح. تقدر تاكل من 4 ل 6 قطع مكسرات بالعدد، زي الجوز واللوز والفستق وبذور الشيا. كل دي أنواع مختلفة من الفطار الطيب اللي فيها بروتين ونشويات ودهون صحية
وكمان فيتامينات. طب ايه بقى الفطار الشرير؟ في الفطار الشرير مش محتاج اقول لك مين اللي واخد لقب الملك، هي المعجنات زي الباتيهات ومشتملات الفرن، وكمان البان كيك والوافل وتوست بالزبده والمافن، لان حضرتك بتعمله من دقيق مكرر وسكر ومع زيوت نباتيه مضره، وكمان بيض. كمان العصائر الفريش هي عصارة السكر اللي موجودة في الفاكهة، فيا ريت ما تكونش في الفطار. المربى وعائلة السكريات والحلويات، نوع الزبادي المناسب هو اليوناني، لكن ابعد عن الأنواع اللي تعتبر خالية من الدهون أو محلاة بسكر صناعي. وأخيرا اللحظة اللي انت خايف منها لما تسمع كلمة كافيين، الشاي والقهوة والاسبريسو والفلات وايت وغيره، كل دي حاجات ما ينفعش تبدأ يومك الصحي بيها. تفطر الأول وبعد كده تشرب. فلو عايز تمشيها صح، دي شوية عادات تغذية صحية تساعدك تعمل خطة أسبوعية للوجبات، وده هيسهل عليك تجهزها من غير ما تقعد تفكر هتعمل ايه مع ايه وكده. وابعد عن الوجبات السريعة في الفطار، استخدم دايما بدائل السكريات الطبيعية زي العسل أو الفواكه بدل المربى والحلويات على الصبح. البقوليات كمان فيها ألياف، ومفيش مشكلة لو يوم أو 2 في الأسبوع تعتمد عليها في فطارك زي الفول. المية بقى هي صباح الخير بتاعك قبل الفطار، والقهوة آخر حاجة تختم بيها على الأقل بعد ساعتين من الفطار. ودايما استشارة دكتور التغذية مهمة وملهاش علاقة بالتمارين أو الرياضة، ده بيساعدك تاكل أكل صحي يناسب يومك ومواعيد شغلك ونومك وكمية السعرات اليومية اللي محتاجها. أو ممكن تعمل نظام صيام متقطع لو نظام حياتك مفهوش فطار. كده الحلقة خلصت، ما تنساش تشارك الحلقة عشان غيرك يستفيد، وتعمل اشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد. ولو حابب تسيب أي تعليق أو استفسار عندك بخصوص وجبة الفطار أو أي موضوع تاني ممكن نناقشه في التعليقات. سلام.